الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا طلاب الصف السابع؟ اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الله الودود. دائما نبدأ بسم الله نتوكل على الله. الودود هو اسم من أسماء الله الحسنى من الود، وهو أرقى درجات الحب، وقد ورد مرتين في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وفي قوله: وهو الغفور الودود، وهما وضعا في مقام الاستغفار والتوبة والمغفرة. وفي هذا سر لطيف يدل على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم أو غفر لهم ذنوبهم وأحبهم. أستاذي هذا مهم، هذا هو التعريف. والودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم بهذا الشكل، وهو المحب لعباده الصالحين المحبوب في قلوبهم. بل من عجائب وده أن تسبق محبته للعباد محبتهم له. قال تعالى: يحبهم ويحبونه، فهو ود بين الله وخلقه، فالله تعالى يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم بإحسانه ونعمه عليهم وبحفظه وتأييده لهم وبإجابة دعائهم وبفتح باب التوبة لهم. ومن وده لعباده المؤمنين تيسيره طاعته لهم وتوفيقهم لذلك، وما أعده لهم في الدار الآخرة من النعيم المقيم، والذي يجعل الود بين خلقه فيلقي المودة والمحبة الصادقة بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والمودة في القربى، ويجعل عباده الصالحين ودا في قلوب خلقه. وعلى الإنسان أن يتمثل اسم الله الودود بتودده لخالقه، فيجعل قلبه دائما معلقا به، مناجيا إياه في صلواته ودعواته وتلاواته، حريصا على فعل ما يرضيه متجنبا ما يغضبه، مناجيا إياه باسمه الودود. فاسم الله الودود مع الخلق فيتعامل معهم بود. أتدبر النصوص الشرعية وأستخلص بعض الأعمال التي توصلني إلى ود الله تعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذن عمل الصالحات. قال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، أي طاعة الله ورسوله. جاء في الحديث القدسي: إن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن عمل النوافل. النوافل أستاذي هي أعمال خيرة فوق الفروض. كان رجل يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي: أخبروه أن الله يحبه. فدائما أستاذي كما يقال قراءة سورة الإخلاص أسباب الحب لله تعالى. ما هو الحديث القدسي؟ هو ما لفظه من عند الرسول ومعناه من الله، ولكن ينسبه الرسول إلى ربه. نفهم الحديث ونستخلص منها ثمرات الود. جاء في الحديث القدسي أن الله قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. إذن أستاذي هنا حفظ الله تعالى لك، حفظ الله تعالى للشخص بهذا الشكل، وتوفيق الله تعالى للشخص، سواء حماية أستاذي. ماذا يعني هنا بصر الذي يبصر به؟ أي يوفقه الله لرؤية الخير بهذا الشكل، رجله التي يمشي بها يعينه على المشي إلى الخير بهذا المعنى أستاذي. وأستاذي إعاذته من الشر، هذه هي الفكرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حب الله العبد نادى جبريل: الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن هنا أستاذي حب الله وحب الملائكة وحب الناس له، هذه هي الفكرة. مقيم تعلمي. يشير قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إلى أن الله تعالى يجعل عباده الصالحين ودا في قلوب ماذا أستاذي؟ في قلوب البشر. من ثمرات ود الله تعالى لعباده في الآخرة دخولهم الجنة. قال تعالى، استخلص من الآيات، قال تعالى: إن الله يحب المحسنين. فالإحسان، ما هو الإحسان أستاذي؟ أن تعبد الله كأنك تراه،
فإن لم تراه فهو يراك. قال تعالى والله يحب الصابرين، الصبر على الشر. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة دائما، التوبة والرجوع إلى الله، والتطهر دائما كن طاهرا على وضوء. قال تعالى فإن الله يحب المتقين. التقوى كيف تحيا؟ ماذا يعني التقوى؟ الاجتناب الشر. كيف تحيا بسم الله الودود في علاقتك مع ربك؟ فقلنا مع ربك أحب الله وأشكره على هذه التجربة وهذه النعمة. أسرتك يا أصدقائي أعاملهم بود ولطف وحب. معلميك أحترمهم وأعاملهم كما يقال نحترمهم وأعاملهم برفق. زملائك يا أصدقائي طبعا الاحترام أكيد والمحبة المتبادل. ابحث في أحد كتب التفسير عن دلالة الربط بين الود والرحمة. هذا لكم، هذا هو درسنا. إذا عجبكم الفيديو لا ننسى زر اللايك، نشترك في القناة. حفظكم الله ووفقكم، حفظ الله ورعايته.